السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هيبدأ يا جماعة إن شاء الله النهاردة في الدرس الرابع والأخير في الوحدة الأولى، درس الأخطار التي واجهت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. الدرس في منتهى المتعة، على قد ما هو طويل على قد ما هو في منتهى المتعة. ندخل يا جماعة في الدرس، نسمي الله كده واحدة واحدة. عاوزك تذاكر ورايا الجزء بجزء بإذن الله، واستنى بقى العظمة اللي هتحصل في الأسئلة بإذن الله تعالى. خلاص نبدأ يا جماعة بسم الله. بيقول لي: واجهت الدولة الإسلامية منذ بدايتها العديد من الأخطار الداخلية والخارجية، فكان عليها القتال دفاعا عن الدين وحماية الحدود. بصوا يا جماعة، الدولة الإسلامية المسلمين وهم في المرحلة المكية، خلاص وهم في مكة طوال ال 13 سنة بتوع مكة كان ممنوع عليهم القتال، لحد ما راحوا لحد ما راحوا المدينة النبوية يا جماعة. وهنا هتنزل آيات القتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. هتنزل الآيات هنا اللي بتأذن للمسلمين في المدينة إن هم يقاتلوا ويدافعوا عن نفسهم، لأنه يا جماعة أنتوا خدتوا في الهجرة إنه قريش لما جه المسلمين يهاجروا، خلاص ما قالهمش يلا برافو عليكم روحوا يلا زبونا وريحونا منكم، ما قالوش كده يا جماعه. دول بدأوا يدبروا قتل الرسول زي ما احنا شفنا يا جماعه في مؤامره ايه؟ قتل الرسول في الهجره. خلاص بدأ ان هم يعملوا مؤامرات علشان يقتلوا الرسول ويمنعوا الناس اللي بتهاجر سواء بالخطف او بالسجن. تمام. ونجا الرسول عليه السلام بمعجزه من القتل وهو في طريقه للهجره. وكمان لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة وبدأ يبني الدولة، لاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار واليهود، وحط لي 1000 خط تحت اليهود، خلاص بيلاقوا ان في زعيم عليهم جديد هم مش متقبلينه بل وبيكرهوه وشايفين ان هو عدو ليهم، الا وهو الرسول عليه الصلاه والسلام. خلاص طيب، طبعا احنا كنا شفنا يا جماعه الكلام ده من الدرس الدرس اللي فات. طيب اولا الاخطار يا جماعه، الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعه في الدوله النبويه في المدينه خلاص هيواجه نوعين من الاخطار: اخطار داخليه من داخل المدينه، تمام، ودي هتبقى في منتهى الخطوره. ومين اللي هيسبب الاخطار دي؟ اتنين: المنافقين واليهود. خلاص طيب، دي رقم واحد. يبقى دي الاخطار يا جماعه الداخليه. واخطار خارجيه دي من بره المدينه، وتمثلت في مين يا جماعه؟ وتمثلت في قريش وفي الروم، قريش وحلفائها وفي الروم. احنا هنبدا دلوقتي بالاخطار الداخليه. الاخطار الداخليه كان هدفها تفكيك الجبهه الداخليه والتحالف مع الاعداء للقضاء على الدوله الاسلاميه. يبقى كان هدفها واضح وصريح، وهو ايه؟ ان هم عاوزين يفككوا الجبهه الداخليه في الدوله الاسلاميه، يوقعوها من جوه. خلاص، لان العدو الداخلي دايما يا جماعه، ثبت دي في دماغك، العدو الداخلي بيكون اشد خطر عليك من العدو الخارجي. ليه؟ لانه بيبقى من جوه واحيانا انت ممكن ما تبقاش عارفه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. خلاص طيب، يبقى الاخطار الداخليه كان هدفها ايه؟ كان هدفها تفكيك تفكيك الجبهه الداخليه. اتنين: التحالف مع الاعداء اللي هم من بره للقضاء على الدوله الاسلاميه. طب الاخطار الداخليه مثلها كم نوع او كم قسم؟ مثلها اتنين: المنافقين واليهود. يبقى يا جماعه الاخطار الداخليه تمثلت في ايه؟ في نوعين من الناس او نوعين من الاعداء: المنافقين ودول هنعرف من هم دلوقتي، واليهود. اول حاجه يا جماعه المنافقون، ركز معايا. قال لي من هم المنافقون؟ انا اول مره اسمع اللفظ دوت، احنا اول مره ناخد حاجه اسمها المنافقون. المنافقون قال لك هم من اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر. بص يا سيدي، المسلمين لما دخلوا الاوس والخزرج، لما اعتنقوا الاسلام، اعتنق الاسلام في الاوس والخزرج كبار الاوس والخزرج زي سعد بن عباده واسيد بن حضير، والزعماء دول اعتنقوا الاسلام. تمام. فاغلب الاوس والخزرج ومعاهم المهاجرين مثلوا القوه الضاربه والقوه الاولى في المدينه. ففي بعض الاوس والخزرج كانوا بيكرهوا الرسول وبيكنوا له العداء، ولكن لما شافوا زعمائهم واغلب المدينه دخلوا الاسلام واعتنقوه، قال لك اما ايه يعني، انا هتيجي عليا انا اللي هكون منبوذ في وسطهم اما ادخل.
خلاص، اما اعتنق الاسلام. فاعتنقوا الاسلام من بره بس كده، من الظاهر، ولكن هم من جوه بيكرهوا الاسلام وبيحقدوا على الاسلام وبيحقدوا على الرسول، ومش عاجبهم خالص الوضع الجديد في المدينه. فكره ان واحد يجي لنا من مدينه منافسه اللي هي مكه، ويبقى هو القائد علينا ويبقى هو الزعيم علينا، دي فكره هم ما كانوش متقبلينها نهائي. فبداوا بالاعداد والتجهيز والتخطيط بتكنيك معين وبخطط معينه هنشوفها، تمام، وباساليب معينه لهدم الدوله الاسلاميه. تمام. دول كانوا مين يا جماعه؟ المنافقين. اذا يا جماعه المنافقون هم مين؟ قال لك هم من اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر. خلاص. تزعم ظاهرة النفاق في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم واحد اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول. احفظ لي الاسم ده في منتهى الأهمية. أحد زعماء الخزرج، والذي كان مشركا. يبقى مين كده كان زعيم المنافقين في المدينة؟ واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. خلاص. طيب، أحد زعماء الخزرج الذين كانوا إيه؟ كان مشركا. عبد الله بن أبي بن سلول يا جماعة، هو اسمه عبد الله كده من الأول زي أي حد كان اسمه عبد الله عادي يعني. خلاص. طيب. آم عبد الله بن ابي بن سلول يا جماعه كان راجل تقيل جدا في الخزرج. كان راجل من الاكابر، من الناس الاعيان جوه الخزرج، وهو اللي تزعم حركه النفاق. خلاص. وكان مشرك. طيب، ولكن احنا متفقين ان هو كان بيظهر ايه؟ بيظهر الاسلام. بعد غزوه بدر سنه 2 هجريه، شعر عبد الله بن ابي بن سلول هو ومجموعه من انصاره بضعف مكانتهم، فدخلوا الإسلام ظاهريا وأبطنوا الكفر. بص يا سعادة الباشا، غزوة بدر المسلمين كانوا طالعين يصطادوا القافلة بتاع أبو سفيان. حصلت معركة مفاجئة، معركة كبرى حاسمة في منتهى العنف. فجأة وبدون سابق إنذار انتصر المسلمين، ورجعوا المسلمين. لك أن تتخيل أن أنت تحط نفسك مكان المنافقين في المدينة. انت بصيت لقيت المسلمين راجعين كقوة كبيرة منتصرة من أرض المعركة. خلاص. ومنتصرين على مين؟ على قريش اللي كانت قدهم 3 مرات. خلاص، في المعركة. فهنا اهو عبد الله بن أبي بن سلول هو المنافقين حسوا ان هم ايه؟ حسوا ان هم ضعفاء ووضعهم ضعيف جوه المدينة، فاعتنقوا الإسلام. تمام؟ يبقى المنافقين امتى حسوا بالضعف؟ حسوا بالضعف بعد غزوة بدر. ليه؟ لأن المسلمين انتصروا فيها. المسلمين انتصروا في بدر، فالمنافقين حسوا بالضعف فاعتنقوا الإسلام. خلاص، دخلوا الإسلام. فدخلوا الإسلام ظاهريا وأبطنوا الكفر. يبقى من جواهم كانوا كفار، ولكن هم اعتنقوا الإسلام يا جماعة ظاهريا. يعني ظاهريا، يعني بصلي قدامك وبقول لا اله الا الله محمد رسول الله والدنيا لذيذه وتمام، ولكن من جوايا انا بحقد وبغل عليك وعاوز اهدك في اي لحظه. تمام، بل وبسعى لدوت. طيب، يبقى من هم المنافقون؟ قال المنافقون هم من اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر. مين زعمهم في المدينه؟ عبد الله بن ابي بن سلول، احد زعماء قبيله ايه؟ الخزرج. طيب، بعد غزوه بدر 2 هجريه اللي حصل؟ قال لي بعد غزوه بدر في 2 هجريه المنافقين حسوا بالضعف. ليه؟ لان المسلمين رجعوا منتصرين من ارض المعركه، فبدا المنافقين دخلوا الاسلام ظاهريا، ولكن قعدوا ايه؟ كفار من جوه زي ما هم. طيب، كان هدف المنافقين هم اسقاط الدوله الاسلاميه في المدينه. اصحى للكلام. يبقى هدف المنافقين واضح وصريح، احفظه لي وخلي بالك منه. اسقاط الدولة الإسلامية في المدينة. يبقى هدف المنافقين كان ايه؟ اسقاط الدولة الإسلامية في المدينة. احنا عاوزين نسقط النظام الجديد دوت اللي في المدينة. خلاص؟ طيب، متبعين عدة أساليب. هيبدأوا يا جماعة هيخططوا وهيدبروا وهيتبعوا عدة أساليب هنشوفها في منتهى الخطورة. خلاص؟ تعالوا نشوف الأساليب ديت وركز معايا فيها. أولا، محاولة شق الصف الإسلامي. يبقى أول أسلوب هو محاولة شق الصف الإسلامي. يعني إيه؟ يعني
ان هم عاوزين يشقوا الصف الاسلامي، ان هم عاوزين يفرقوا ما بين المسلمين. محاولة شق الصف الاسلامي يعني التفريق ما بين ايه؟ المسلمين. ليه؟ لان المسلمين انت عندك اوس وخزرج، مهاجرين وانصار. طيب، عن طريق واحد، محاولة تفتيت صفوف المسلمين. يبقى اول اسلوب ايه؟ محاولة، ركز معايا بالله عليك يا اخي، ركز معايا. اول اسلوب ايه؟ محاولة شق الصف الاسلامي. عن طريق ايه؟ عن طريق ثلاث حاجات. محاولة تفتيت صفوف المسلمين، ظهر ذلك واضحا بعد هزيمة المسلمين يوم أحد، فبدأ المنافقون يطالبون بالعودة إلى دينهم والاتصال بقريش لطلب العفو منهم، كما حاولوا الوقيعة بين المهاجرين والأنصار. إذا يا جماعة، محاولة تفتيت صفوف المسلمين ظهرت إمتى؟ قال لك ظهرت من خلال بعد ما المسلمين يا جماعة اتهزموا في غزوة أحد. المسلمين يا جماعة اتطحنوا في غزوة أحد، كانت هزيمة ثقيلة على المسلمين. وهم في الجيش اصلا اوريدي، هم كده عملوا حركه بنت لذينه ان هم رجعوا بثلث الجيش، وده هنشوفها في بدايه المعركه. بعد ما رجعوا وهم جايين، قال لك ايه؟ لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. يعني احنا لما هنرجع المدينه هنشوف مين الاقوى فينا. شوف الامور وصلت لكده. خلاص. طيب، فبدأ المنافقين ان هم ايه؟ يطالبوا ان احنا لا يا جماعه، احنا ايه اللي دخلنا في الوضع دوت، وايه اللي دخلنا في عداء مع قبيله كبيره زي قريش ولها حلفاء. تمام، احنا بص، احنا نعمل ايه؟ احنا نتصل بقريش ونطلب العفو منها ونرجع عن موضوع الاسلام دوت ونرجع زي الاول. تمام. طب وايه كمان؟ وبدأ يوقعوا ما بين ايه؟ الاوس والخزرج. طيب، يبقى اول اسلوب محاولة شق الصف الإسلامي كان عن طريق كام حاجة؟ كان عن طريق ثلاث إجراءات أو ثلاث أساليب. خلاص، أو ثلاث إجراءات. تمام؟ أول حاجة محاولة تفتيت صفوف المسلمين، عشان تفتكرها اكتب اللي جنبها. تمام؟ هزيمة المسلمين يوم أحد. يبقى محاولة تفتيت صفوف المسلمين اللي هو الإجراء الأول ظهر إمتى؟ بعد هزيمة المسلمين يوم إيه؟ يوم أحد. طيب، اتنين، نشر الشائعات والافتراءات. يبقى ده الإجراء الثاني في الأسلوب الأول. الإجراء الثاني في الأسلوب الأول محاولة شق الصف الإسلامي. الإجراء الثاني نشر الشائعات والافتراءات، وذلك بالطعن في أعراض المسلمين. تمام؟ بدأوا إن هم يتبعوا أسلوب تاني يا جماعة، وهو إيه؟ نشر الشائعات والافتراءات. طب ده مين اللي كان بينشر شائعات وافتراءات زمان زمان زمان؟ قريش، فاكر؟ طيب، ده من اساليب قريش ده، خلي بالك. بس ده كانوا بيعملوه ازاي بقى؟ وذلك بالطعن في اعراض المسلمين، كما حدث في نشر شائعات وافتراءات على السيدة عائشة، وقد نزل القرآن يبرئها وسمي ذلك بحادثة الإفك. يبقى بدأوا يا جماعة ان هم ينشروا اشاعات وافتراءات كاذبة على المسلمين، وذلك بالطعن في اعراض المسلمين. وظهر ذلك واضحا يا جماعة في الطعن في المسلمين، مثل مين يا جماعة؟ مثل الطعن في السيدة عائشة. حادثة الإفك دي يا جماعة حادثة مشهورة. المنافقين طبعا يا جماعة استغلوا وضع معين، تمام، وراحوا رموا من خلاله السيدة عائشة بالزنا. من هي السيدة عائشة؟ زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. ولكن القرآن نزل يبرئها بعد شهر يا جماعة. شهر كان من أثقل الأيام على الرسول عليه السلام. تمام. وبدأوا نشروا الكلام الفاضي دوت في وسط المدينة. تمام. وسميت هذه الحادثة باسم ايه؟ حادثة الإفك. يعني ايه الإفك يا جماعة؟ الإفك اللي هو الكذب يعني. خلاص. طيب، يبقى نشر الشائعات والافتراءات تمثلت في ايه؟ في الطعن في اعراض المسلمين. تمثلت في ايه تحديدا؟ في حادثة الإفك. افتكرها لي بحادثة الإفك اللي رموا فيها السيدة عائشة بالزنا. إذا أنا معايا الأسلوب الأول من أساليب المنافقين اللي هو محاولة شق الصف الإسلامي. تمثل في كام إجراء؟ في 2 لحد دلوقتي. محاولة تفتيت صفوف المسلمين بين قوسين اللي هو هزيمة المسلمين يوم أحد. 2، نشر الشائعات والافتراءات بين قوسين علشان تفتكرها حادثة الإفك. خلاص؟ طيب، 3، الإجراء الثالث اللي هيعملوه عشان يشقوا صفوف المسلمين، بناء مسجد ضرار. ياه، زي ما بكلمك كده، بنوا مسجد
في مكان بعيد كده في المدينة عن المسجد النبوي اللي بناه الرسول، وبدأوا يقول لك إحنا هنصلي هنا وما لناش دعوة بيهم وبتاع ومش ما لهمش دعوة بمين؟ ما لهمش دعوة بالرسول. تمام؟ بصوا، عُرف بمسجد ضرار بهذا الاسم لقوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. تم بناؤه بعيدا عن مسجد الرسول ليكون مركزا للتآمر والتحريض ضد المسلمين، ولكن طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته وهدمه. تمام؟ يبقى الاسلوب الثالث يا جماعه راحوا باينين ايه؟ مسجد، وسمي المسجد ده باسم ايه؟ مسجد ضرار، ده اللي سماه ربنا في الايه ديت. خلاص، ولكن الرسول صلى الله طب تم بناؤه ليه؟ ليكون مركزا للتآمر والتحريض ضد المسلمين. الرسول عمل ايه؟ ازاله وهدمه. اذا يا جماعه احنا خدنا الاسلوب الاول من اساليب المنافقين، بيتمثل في ثلاث اجراءات. ايه هما؟ اول حاجه الاسلوب دوت تمثل في محاوله شق الصف الاسلامي. تم عن طريق كم اجراء؟ ثلاثه. اول حاجه محاوله تفتيت صفوف المسلمين، وذلك ظهر بعد غزوه احد، بعد عوده المسلمين وهزيمتهم من غزوه احد. تمام؟ طيب، اتنين، نشر الشائعات والافتراءات. خلاص، وذلك بالطعن في اعراض المسلمين والطعن في عرض السيده عائشه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم واتهامها بالزنا، وسميت هذه الحادثه بحادثه الافك. ثلاثه، بناء مسجد ضرار. تمام؟ مسجد ضرار ده يا جماعه عرف بهذا الاسم، ربنا هو اللي سماه بهذا الاسم، وكان بني ليكون مركزا للتآمر على الدوله الاسلاميه والتحريض ضد المسلمين، وقد امر الله بازالته. خلاص؟ طيب، تعال نشوف السؤال ده يا جماعه. طب تعال نشوف السؤال المقال الاول، بيقول لك وضح تباين يعني اختلاف، تباين يعني اختلاف موقف المنافقين بعد غزوتي بدر واحد. وضح اختلاف موقف المنافقين بعد غزوة بدر وغزوة أحد. بعد غزوة بدر المنافقين عملوا إيه؟ لما المسلمين انتصروا ورجعوا منتصرين، هم اعتنقوا الإسلام ظاهريا وأبطنوا الكفر. خلاص؟ أما لأن هم شعروا بالضعف، ضعف مكانتهم. أما في غزوة أحد، بعد غزوة أحد لما المسلمين رجعوا منهزمين، حاولوا ان هم يطلبوا العفو من قريش، يوقعوا بين الاوس والخزرج ويرجعوا للكفر ايه؟ والجاهليه مره اخرى. خلاص؟ طيب، علاقه عكسيه يعني. اختر، تعال نشوف السؤال ده كمان. اختر، شارك عبد الله بن ابي بن سلول في بناء مسجد ضرار رغبه في ايه؟ عبد الله بن ابي بن سلول شارك في المسجد، في بناء المسجد. ليه؟ احنا قلنا كان، ابص ما اروحش الاختيارات يا جماعه، انا ماليش دعوه بالاختيارات، انا فاهم وحافظ المعلومه حاضره في دماغي. يلا، عبد الله بن ابي بن سلول تم ليه بناء مسجد ضرار؟ ليه؟ ليكون مركزا للتآمرات والتحريض ضد الدوله الاسلاميه والرسول، صح ولا لا؟ طيب تعال نشوف. رغبه في وضع الخطط لمواجهه المسلمين عسكريا، اضعاف القوى الاقتصاديه للمسلمين، زعزعه استقرار الدوله الاسلاميه، كسب ود المسلمين. طبعا يا جماعه هتبقى ايه؟ زعزعه استقرار الدوله الاسلاميه. طبعا الاجابه يا جماعه واضحه اهو، احنا خدنا اهو الاجابه. بص، خدناها ورحنا للسؤال. الاجابه كانت ايه؟ للتآمر ضد ايه؟ الدوله الاسلاميه، تم بناؤه ليكون المركز للتآمر والتحريض ضد المسلمين. اقرب واحده فيها ايه؟ زعزعه استقرار الدوله ايه؟ الاسلاميه. ده كان الاسلوب الاول يا جماعه، محاوله شق الصف الاسلامي. قلنا تمثل في ثلاث اجراءات: محاوله تفتيت صفوف المسلمين، نشر الشائعات والاكاذيب، بناء مسجد ضرار. الاسلوب الثاني يا جماعه، التحالف مع اعداء الاسلام. خلاص، لم يكتفي المنافقون بشق الصف الاسلامي من الداخل، بل تحركوا نحو الخارج وعقدوا تحالفات مع اعداء الدوله الاسلاميه انذاك. يبقى المنافقين ما اكتفوش يا جماعه ان هم بيوقعوا الدوله الاسلاميه من جوه، راحوا كمان عقدوا تحالفات مع اعداء المسلمين. من هم اعداء المسلمين في الوقت دوت؟ من الخارج، قريش وحلفائها. تعال نشوف، وفيما يلي نعرض بعض المواقف العدائيه للمنافقين. واحد، تخاذلهم مع الرسول في غزوة أحد، حيث عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. يبقى أول حاجة المواقف العدائية للمنافقين، وهم في غزوة أحد يا جماعة، وهم طالعين كده كان عدد الجيش الإسلامي 1000 مقاتل. راح عبد الله بن أبي بن سلول طلع رجع بالجيش بأكتر من 300 مقاتل من أرض المعركة.
تمام، وانسحب وطبعا ده عدد ضخم جدا، واصلا ليه اثر نفسي كبير يا جماعه على الجيش في ارض المعركه. لك ان تتخيل الرسول راح يحارب، فجاه لقيوا تلت الجيش، احنا مش بنتكلم في 10 20 واحد، تمام، راحوا فجاه منسحبين بالجيش، وقال لك ايه، انا مش هحارب قريش. طبعا ده كان يا جماعه بالاتفاق مع قريش. يبقى اول موقف عدائي من المنافقين ضد الرسول صلى الله عليه وسلم كان امتى؟ ضد المسلمين. قال لك يوم احد، اللي هو ايه، تخاذلهم مع الرسول في غزوه احد، حيث عاد عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش. طب الثاني، تحريضهم ليهود بني النضير على قتال الرسول وتشجيعهم على ذلك، بوعدهم بمشاركتهم في القتال والخروج يا جماعه معهم. يبقى الموقف الثاني كان ان هم قعدوا يحرضوا يهود بني النضير، يهود بني النضير على قتال الرسول وتشجيعهم على ذلك، بوعدهم بمشاركتهم في القتال والخروج معهم. طبعا نزلت ايات يا جماعه في الوضع دوت. ربنا قال ايه فيها يا جماعه؟ قال لك الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. تمام الى اخر الايات. خلاص، يبقى كان تحريضهم، تمام، ان هم كانوا بيسخنوا يهود بني النضير على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم ايه، ويشجعوهم ويقول لهم ما تخافوش، لو رحتوا تقاتلوا الرسول، تمام، تقاتلوا الرسول، احنا هنقف معاكم، ما تخافوش وهنشارك معاكم. خلاص، يبقى الموقف الثاني كان تحريضهم ليهود بني النضير. 3، تراجعهم في غزوة الأحزاب أثناء الحصار والعودة للمدينة تاركين الرسول وأصحابه في مواجهة تحالف مين؟ المشركين. إن هم يا جماعة تراجعوا في غزوة مين؟ تراجعوا في غزوة الأحزاب، تمام، 5 هجرية، أثناء مين؟ أثناء الحصار. يا جماعة إحنا عارفين طبعا غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق، المسلمين تم حصارهم لأكثر من 40 يوم ورا الخندق، تمام. راحوا قعدوا بقى يتريقوا على المسلمين، ويقول لك مش عارف محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعه لما كان بيبشر اصحابه بملك فارس والروم ومصر واليمن في الوقت ده، كانوا يقعدوا يتريقوا على المسلمين، وراحوا سايبين المسلمين وهم في الوضعيه الصعبه دي، وراحوا راجعين بعدد كبير. خلاص، يبقى الموقف الثالث كان امتى؟ كان في غزوه الاحزاب. خلاص، الموقف الرابع، رفضهم المشاركه مع المسلمين في غزوه تبوك بحجج واهيه، منها مخافة لقاء الروم. الموقف الرابع يا جماعة كان في غزوة تبوك في 9 هجرية، وسمي وطبعا دي ذكرت في القرآن في سورة التوبة، وذكر يا جماعة، بس الفرق بس في غزوة تبوك يا جماعة إن المسلمين كانوا قوة في الوقت ده. المسلمين كانوا طالعين في غزوة تبوك قوة فظيعة، تمام؟ طيب، بحجج واهية منها مخافة لقاء الروم. قال لك ايه وهم طالعين يقابلوا امبراطورية الروم؟ قال لك يا عم احنا هنقاتل الروم، احنا قد الروم، وراحوا ما رضيش يطلعوا للقتال. خلاص؟ طب ركز معايا. الاسلوب الثاني من اساليب المنافقين كان التحالف مع مع اعداء المسلمين. تمام؟ طيب، عقدوا في الاسلوب دوت تحالفات مع اعداء الدولة الاسلامية. كم موقف عدائي؟ 4 مواقف عدائية. أول موقف كان في غزوة أحد 3 هجرية، حين عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. الموقف الثاني، تمام، تحريضهم ليهود بني النضير على قتال المسلمين. تمام. الموقف الثالث، تراجعهم في غزوة الأحزاب 5 هجرية أثناء حصار قريش للمسلمين تاركين الرسول وأصحابه في مواجهة تحالف المشركين. الموقف الرابع، رفضهم المشاركة في غزوة تبوك. يبقى عندي كم موقف يا جماعه؟ 4 مواقف. الموقف العاديه، واحد في غزوه احد، واحد في غزوه بني النضير، واحد في غزوه الاحزاب، واحد في غزوه تبوك 9 هجريه. خلاص؟ طيب، يبقى كده يا جماعه دي كانت اساليب المنافقين. كم اسلوب؟ تمام، عرفنا ان هم المنافقين، تمام، وعرفنا كم اسلوب محاوله شق الصف الاسلامي، وده يتمثل في 3 مواقف او 3 اجراءات خدناها، تمام. والتحالف مع اعداء المسلمين، وده تمثل في 4 مواقف عدائيه في 4 غزوات. خلاص؟ طيب، احنا عرفنا يا جماعه المنافقين عملوا ايه. تعالوا نشوف يا جماعه موقف النبي من المنافقين. الرسول عليه السلام يا جماعه عمل ايه مع المنافقين؟ راح قتلهم، دبحهم. شوفوا كان خطرهم في منتهى الخطوره. الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعه هيتعامل مع المنافقين في ذكاء متناهي النظير.
على الرغم من خطرهم وإن هم بالبلدي كده زودوها أوي، وبدأ العداء يكون واضح وصريح، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم قوة المسلمين في المدينة يطحنوهم. تمام؟ وعلى الرغم من كده الرسول ما عملش كده. تعالوا نشوف يا جماعة موقف النبي من المنافقين. خلاص؟ رفض الرسول صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين حتى لا يقال عنه أنه يقتل أصحابه. ركز لي في الجزء ده في منتهى الأهمية. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مع المنافقين يا جماعة ما رضيش يقتلهم. ليه؟ عشان ما يتقالش بره يا جماعه في القبائل العربيه، اصل القبائل العربيه بره والمدن البعيده يا جماعه مش عارفين ايه اللي بيحصل جوه المدينه. هو اللي هيحصل بعد ما الرسول هيعمل لهم مذبحه وهيقتلهم هيقول لك ايه؟ بص محمد قتل اصحابه بعد ما وقفوا جنبه ودخلوا الاسلام وبتاع. هم مش عارفين مين اللي جوه تبع الرسول ومين اللي بره تبع الرسول. خلاص؟ يبقى رفض الرسول صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين بما تفسر ليه حتى لا يقال عنه انه يقتل اصحابه. وهنا يا جماعه علشان ما لا يقال عنه انه يقتل اصحابه تقدر تقول على الجزء ده ان هو ايه الرسول صلى الله عليه وسلم رفض قتل المنافقين حفاظا على الجبهه الداخليه للدوله الاسلاميه. حفاظا على الجبهه الداخليه ايه للدوله الاسلاميه على اساس ان ايه ما يحصلش فتنه داخليه. خلاص؟ طيب. اتنين، الذكاء بقى. تمام؟ الذكاء السياسي. بص، عمل على تفتيت تجمع المنافقين، بدأ ان هو يعمل اساليب معينه بذكاء ودهاء. تمام؟ يوقع ما بين المنافقين. خلاص؟ كما حذر من كيدهم ووعدهم بخزي الدنيا والاخره. خلاص؟ وعذاب الاخره. وطبعا يا جماعه نزلت سوره المنافقون في القران، احنا عارفينها كلنا. تمام؟ طيب، يبقى عامل على تفتيت ايه تجمع المنافقين، بدأ ان هو يوقعهم في بعض. تمام؟ يستخدم معاهم اساليب ذكيه كما حذر من كيدهم ووعدهم بخزي الدنيا والاخره. يبقى ده كان موقف يا جماعه النبي من المنافقين. طب ايه النتائج المترتبه على الموقف دوت؟ انه الرسول يا جماعه كده حافظ على الجبهه الداخليه. حافظ على مين يا جماعه؟ حافظ على تماسك وايه الجبهه الداخليه في المدينه. وقد نزلت ايات القران الكريمه التي تكشف امرهم مما ترتب عليه. تمام؟ هنشوف بقى يا جماعه طبعا ربنا يا جماعه بدأ ان هو ينزل ايات تكشف امر المنافقين مما ترتب عليه. تراجع الكثير من المنافقين واعتذارهم للرسول واصحابه. بدأ يا جماعه لما اتكشف امرهم وبدأ الاسلام يعلو مع الوقت، بدأ اعداد كبيره في المنافقين ان هم ايه يتراجعوا عن النفاق وراحوا اعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم. اتنين، تراجع حركه النفاق في المدينه وخاصه بعد وفاه عبد الله بن ابي بن سلول، واصبح حضورهم ضعيفا وذلك في العام العاشر من الهجرة. تمام؟ يبقى يا جماعة بدأ تراجع حركة النفاق بعد موت عبد الله بن أبي بن سلول. خلاص؟ لما مات في سنة 10 هجرية. يبقى كان آخر موقف عدائي ليه يا جماعة كان في غزوة تبوك. خلاص؟ 9 هجرية. تمام؟ تراجع حركة المنافقين بعد ما مات عبد الله بن أبي بن سلول زعيمهم، تراجعت لحد ما ايه ما هتختفي خالص من المدينة يا جماعة. خلاص؟ طيب. طبعا المعلومه الاسرائيليه دي في منتهى الجمال، يبقى قروها. خلاص؟ يبقى ده كان موقف يا جماعه المنافقين. النبي من المنافقين. واحد، رفض قتل المنافقين حتى لا يقال عليه انه يقتل اصحابه، وده كان حفاظ على الجبهه الداخليه. عمل على تفتيت تجمع المنافقين كما حذر من كيدهم ووعدهم بعذاب بخزي الدنيا وعذاب الاخره. تمام؟ طيب خلي بالك، قد نزلت الايات القران الكريم مما ترتب عليه نزول ايات القران الكريم عشان تكشفهم على الملأ قدام الناس. مما ترتب عليه يا جماعه ترتب عليه انه تراجع وضع المنافقين في المدينه، وكتير منهم راحوا اعتذروا الرسول صلى الله عليه وسلم. اتنين، تراجعت اصلا حركه النفاق بشكل عام بعد موت عبد الله بن ابي بن سلول في سنه 10 هجريه عشان تختفي تماما بعد موته. اذا كده خدنا يا جماعه او الاخطار الداخليه في الدوله الاسلاميه. خدنا ان الاخطار كانت نوعين، اخطار داخليه واخطار خارجيه. الاخطار الداخليه تمثلت في كان هدفها طبعا اسقاط الدوله الاسلاميه والتحالف وتفكيك الجبهه الداخليه والتحالف مع الاعداء للقضاء على الدوله الاسلاميه. تمام؟ ركز معايا. تمثلت في كام نوع؟ اتنين، المنافقين واليهود. خدنا اول حاجه المنافقين. قال لي من هم المنافقين؟ هم من اظهروا الاسلام وابطلوا الكفر. قال لي تزعم حركه المنافقين في المدينه مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول، احد زعماء مين؟ الخزرج. طيب، بعد غزوه بدر 2 هجريه
لما المسلمين رجعوا منتصرين من غزوة بدر، شعر المنافقين بأنهم ضعفاء جوه إيه؟ جوه المدينة، فاعتنقوا الإسلام ظاهريا وأبطنوا الكفر داخليا. خلاص؟ طيب، كان هدف المنافقين اسقاط الدولة الإسلامية. تمام، متبعين عدة أساليب تمثلت فيه. أساليب يا جماعة، خدنا إن المنافقون حاولوا إن هم يهدوا الدولة الإسلامية عن طريق كم أسلوب؟ اتنين: محاولة شق الصف الإسلامي والتحالف مع أعداء الإسلام. محاولة شق الصف الإسلامي تم من خلال كم أسلوب؟ أو تم من خلال 3 إجراء. 3: محاولة تفتيت صفوف المسلمين، وذلك بعد هزيمة غزوة أحد، إن هم كانوا عايزين يتصلوا بقريش ويعتذروا منهم ويرجعوا إيه؟ للجاهلية مرة أخرى. 2: نشر الشائعات والافتراءات، بين قوسين حادثة الإفك. خلاص، اللي هي لما ذلك بالطعن في اعراض المسلمين، لما طعنوا في اعراض السيده عائشه واتهموها بالزنا. خلاص، وقد نزل القران يا جماعه يبرئ السيده عائشه. تمام. طيب، بعد كده مسجد الضرار اللي بناه المنافقين بقياده عبد الله بن ابي بن سلول، ليه؟ ليكون مركزا للتآمر على الدوله الاسلاميه. خدنا بعد كده يا جماعه التحالف مع اعداء المسلمين. التحالف مع اعداء المسلمين، تمام، تم من خلال كم موقف؟ 4 مواقف. موقف غزوة أحد، لما عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش تحرضهم اليهود بني النضير في غزوة بني النضير. بعد كده غزوة الأحزاب لما رجعوا وسابوا المسلمين في الحصار. بعد كده يا جماعة الموقف الرابع في غزوة تبوك، قلنا موقف النبي يا جماعة من المنافقين رفض قتل المنافقين حتى لا يقال عنه أنه يقتل أصحابه. وكمان 2: عمل على تفتيت تجمع المنافقين كما حذر من كيدهم. تمام، مما ترتب عليه تراجع الكثير من المنافقين واعتذارهم للرسول صلى الله عليه وسلم. تمام، وتراجع حركة النفاق في المدينة خاصة بعد موت عبد الله بن أبي بن سلول، وأصبح حضورهم ضعيفا، وذلك من العام العاشر من الهجرة. وبذلك يا جماعة احنا كده، تعالوا نحل السؤال دوت، كنا هننسى نحله. رفض الرسول صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين واستخدم معهم طرق سلمية، وذلك ليه؟ قوتهم العسكرية في يثرب، احنا قلنا رفض ليه قتلهم؟ حفاظا على الجبهة الداخلية حتى لا يقال عنه انه يقتل اصحابه. 2: تجنب الصدام مع حلفائهم؟ لا طبعا. تضاؤل تأثيرهم على المجتمع، يعني تقليل تأثير بسبب قلة تأثيرهم على المجتمع؟ لا طبعا، كان تأثيرهم شديد. الحفاظ على كيان الدولة الإسلامية؟ طبعا يا جماعة تبقى الحفاظ على كيان الدولة الإسلامية. النوع الثاني يا جماعة، أو القسم الثاني من أعداء الدولة الإسلامية، أو من اللي شكلوا أخطار داخلية داخل المدينة، وهم اليهود. اليهود أعداء الرسول من اللحظة الأولى، خدناها من الدرس الأول. وهم من اللحظة الأولى رفضوا اعتناق الإسلام تماما. خلاص ماشي، وذلك لأسباب اقتصادية وعقائدية. خلاص، لم يلتزم اليهود بما في دستور المدينة اللي هي صحيفة المدينة، وبدأوا بالتحرك للقضاء على الإسلام متبعين عدة أساليب. تعالوا نشوف الأساليب اللي اتبعوها يا جماعة. تمثلت في: 1: تشويه صورة الإسلام والنبي. يبقى أول أسلوب عملها يا جماعة كان تشويه صورة الإسلام والنبي. يبقى يا جماعة اليهود هيبدأوا بشكل واضح وصريح في القضاء على الدولة الإسلامية، وبرضه هيتبعوا عدة أساليب. خلاص، ركز معايا عشان تفهم أساليب اليهود كويس وما تتلخبطش في أساليب المنافقين. ركز. خلاص، طيب. أول حاجة تشويه صورة الإسلام والنبي. إيه ده زي المنافقين. وذلك بهدف، يبقى كده اشتركوا مع المنافقين يا جماعة في تشويه صورة ايه؟ النبي. وذلك بهدف تنفير الناس منه نظرا لخطورة الإسلام على مصالحهم وعقيدتهم. قلنا كان يا جماعة كانوا شايفين الإسلام بيمثل خطر عليهم عشان مكانتهم الدينية بأسباب عقائدية وأسباب اقتصادية. فقد بثوا الشائعات وتعدوا على حرمات المسلمين كما حدث في غزوة بني قينقاع بتعديهم على المرأة المسلمة، وهناخد ايه الجزء ده بالتفصيل. تمام، يبقى أول أسلوب كان تشويه صورة النبي، الإسلام والنبي، كان بهدف ايه؟ تنفير الناس، يعني إبعاد الناس من الرسول ومن الإسلام، بما تفسر ليه؟ لخطورة الإسلام عليهم وعلى مصالحهم الاقتصادية وعلى عقيدتهم. فبدأوا ان هم يبثوا الشائعات، يعني يطلقوا الشائعات، وتعدوا على حرمات مين يا جماعة؟ وتعدوا على حرمات المسلمين. كما هتبدأ الأمور تتطور معاهم كما حدث في غزوة بني قينقاع، هناخدها بالتفصيل دلوقتي، بتعديهم على المرأة المسلمة. يبقى تشويه صورة النبي قلنا بهدف تنفير الناس منه كما حدث في غزوة بني قينقاع. طيب،
اتنين، الاسلوب التاني محاولة اغتيال النبي. محاولة اغتيال النبي امتى ده؟ هيعملوا محاولتين لاغتيال النبي يا جماعة. المحاولة الأولى عندما خرج النبي في نفر، يعني في مجموعة من أصحابه، إلى بني النضير. استقبلوه في بشاشة، يعني كده كانوا مبتسمين والدنيا لذيذة، استقبال عظيم. ثم تشاوروا في قتله، وقد اتفقوا على إلقاء صخرة عليه من فوق الجدار كان يجلس بالقرب منه. وهو قاعد كده يا جماعة جنب سور، اتفقوا ان هم هيطلعوا من فوق السور دوت ويرموا عليه صخرة ضخمة عشان يقتلوه ويخلصوا من الرسول عليه السلام. تمام؟ فجاءه الخبر من السماء بما عزموا عليه، فانطلق النبي واصحابه عائدا الى المدينه، واعد جيشا وغزا بني النضير عام 4 هجريه. يبقى المحاوله الاولى يا جماعه من القاء اغتيال الرسول كانت على ايد مين؟ يهود بني النضير. كانت عباره عن ايه؟ اللي هي القاء الصخره. الرسول عليه السلام يا جماعه، الرسول عليه السلام يا جماعه وهو رايح بيزور كده بني النضير، دعوه لزيارتهم، رايح بيزورهم وداخل ارضهم، فاستقبلوه استقبال عظيم وبداوا يدبروا له مكيده وهو قاعد جنب حيطه. تمام؟ راحوا جايبين حد ماسك صخره وهيرميها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثت معجزه. ربنا يا جماعه نزل سيدنا جبريل واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحادثه دي، فالرسول راح منسحب فجاه وساب القعده دي خلاص، وراح واخد المجموعه بتاعته من الصحابه ورجع فورا. وفورا اليهود مش فاهمين في ايه، أعد الجيش طبعا يا جماعة لغزو بني النضير. امتى؟ عام 4 هجرية. اتنين، محاولة دس السم في شاه، يعني في معزة، تمام، ليأكل منها. تمام؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة اليهود عزموه، تمام؟ وراحوا محضرين له كده، ذبحوا له معزة كده حلوة وحمروها له جميلة وبتاع، وراح دسوا له فيها يا جماعة السم. الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة وهو بيموت، شوفوا الكلام دوت كان عند 4 هجرية. تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة وهو بيموت خلاص، كان بيقول إن هو بيموت بسبب سم اليهود بتاع بني النضير. خلاص؟ إذا يا جماعة محاولات اغتيال النبي الأسلوب الثاني، إن هما بقى بدأوا يا جماعة يقرروا إن هما يقتلوا النبي، تمثل في كم أسلوب؟ 2، إلقاء الصخرة ودس السم في الشاه. إلقاء الصخرة قام بمين؟ يهود بني النضير. والمحاولة الثانية اللي هي محاولة دس السم في الشاه ليأكل إيه؟ منها الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام؟ طيب يبقى خدنا كده أساليب اليهود في القضاء على الدولة الإسلامية. أول حاجة تشويه صورة الإسلام والنبي، تمام؟ وتمثلت في بث الشائعات كما حدث في غزوة والتعدي على حرمات المسلمين. 2، محاولات اغتيال النبي، وذلك في محاولتين اللي هم إلقاء الصخرة يهود بني النضير، والمحاولة الثانية اللي هي دس السم في الشاه. طيب 3، تمام، 3، التحالف مع المشركين ضد الدولة الإسلامية. بدأ اليهود يا جماعة يعقدوا تحالفات صريحة واضحة مع قريش وحلفائها. خلاص؟ تعال نشوف. حيث حرض يهود بني النضير مشركي مكة على قتال المسلمين وغزو المدينة. يبقى يهود بني النضير هيحرضوا مشركي مكة على غزو المدينة. 2، نقض يهود بني قريظة العهود مع النبي وتحالفوا مع المشركين في غزوة الأحزاب. خلاص؟ يبقى أول حاجة يهود بني النضير حرضوا مشركي مكة على اللي هم القريش على قتال المسلمين وغزو المدينة. 2، يهود بني قريظة خانوا الرسول يا جماعة في غزوة الأحزاب، حادثة طبعا معروفة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة راح غدروا بيه يهود بني قريظة، ونزلت طبعا يا جماعة آيات سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من فوقكم ومن أسفل منكم، يقصد باليهود من أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف يا جماعة اليوم ده كان يعد من أصعب الأيام في التاريخ الإسلامي، لما المسلمين في عز ما هم بيحاربوا الكفار ومتحصرين في الخندق ب10,000 مقاتل محاصرينهم، وفجأة يجي لهم الخبر بأن يهود بني قريظة خانوا العهد وهيدخلوا الجيش الإسلامي، الجيش قريش وحلفائهم من خلف المدينة طبعا. تمام؟ كانت لحظات صعبة يا جماعة
ولكن طبعا يا جماعه ربنا انقذ الرسول، وموقف كده قصه حكيتها للشباب حتى في السنتر. تمام، قصه كده يا جماعه ذكيه في منتهى الذكاء عملها الرسول عليه السلام، بحيث ان هو يفرق ما بين اليهود بني قريظه ويهود ومشركي قريش. خلاص. طيب، 3. حشد يهود خيبر قريش والأعراب ضد المسلمين وسخروا الأموال لذلك. بدأوا إن هم كمان يهود خيبر يخشوا على الخط ويحرضوا قريش والأعراب ضد المسلمين، وسخروا الأموال وأعطوهم الأموال لذلك. إذا يا جماعة أنا عندي التحالف مع المشركين ضد الدولة الإسلامية قام به كم نوع من اليهود؟ 3 أنواع اليهود باستثناء بني قينقاع. خلاص. طيب، حرض يهود بني النضير مشركي مكة على قتال المسلمين وغزو المدينة. 2. نقض يهود بني قريظة عهد الرسول في غزوة الأحزاب. طيب، 3. حشد يهود خيبر قريش والأعراب ضد المسلمين وادوا لهم الأموال وسخروا الأموال لذلك. اثبت صحة العبارة الآتية تاريخيا: لم يتوقف عداء يهود بني النضير للإسلام عند محاولة اغتيال النبي. هنقول حيث حرض يهود بني النضير مشركي مكة على قتال المسلمين وغزو المدينة. يبقى ده يا جماعة كان الأسلوب الثالث لليهود. يبقى أسلوب اليهود، أساليب اليهود في عداء المسلمين: 3. تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. تمام. 2. محاولة اغتيال الرسول اللي هي إلقاء الصخر ودس السم. تمام. تحالف إلقاء الصخر اللي قام بها يهود بني النضير. 3. التحالف مع المشركين ضد الدولة الإسلامية حيث حرض يهود بني النضير تمام مشركي مكة على قتال المسلمين وغزو المدينة. نقض يهود بني قريظة العهود مع النبي وتحالفوا مع المشركين في غزوة الأحزاب. حشد يهود خيبر قريش والأعراب ضد المسلمين وسخروا الأموال لذلك. خدنا كده 3 أساليب: تشويه صورة النبي والإسلام والنبي، محاولة اغتيال النبي، التحالف مع المشركين ضد الدولة الإسلامية. الأسلوب الرابع يا جماعة والأخير: محاولة شق الصف الإسلامي. إيه ده؟ ده زي المنافقين، بس التكنيك هيكون غير المنافقين. خلاص. الاسلوب نفسه يبقى زي المنافقين، بس التكنيك نفسه اللي هيعملوه غير المنافقين، وذلك عن طريق تقطيع اواصر المحبه بين المسلمين واثاره العصبيه القبليه. بدأوا ان هم عاوزين يوقعوا ما بين الشق الاسلامي. تمام. الصف الاسلامي. ليه؟ لان هم يا جماعه اصلا كانوا عايشين اصلا مع الاوس والخزرج، وكانوا عارفين الاوس والخزرج اصلا بينهم وبين بعض عداء رهيب وحروب فظيعه. فجاه الاوس والخزرج لقيهم ان هم بيحبوا بعض، وايه الجو دوت، هم مش متقبلين الوضع ده. فهذا ان هم عاوزين يوقعوا ما بين الاوس والخزرج، ولو وقع الاوس والخزرج يا جماعه في بعض تهدد الدوله الاسلاميه. تمام. طيب، وظهر ذلك في المحاولة الواقعة بين الأوس والخزرج كما يتضح من النص التالي. تعالوا نشوف يا جماعة النص ده ونفهمه كويس. تمام. طيب، الرسول والحفاظ على السلم المجتمعي. مر شاس ابن قيس، ده واحد من زعماء اليهود، بأصحاب النبي من الأوس والخزرج فوجدهم متحابين. ليهم كده قاعدين قاعدة حلوة وبيتسلوا بيتكلموا وبيحبوا بعض وبتاع، وقاعدة كده كويسة. فأمر فتى من يهودي أن يجلس معهم ويذكرهم بيوم بعاث. راح أمر فتى يهودي له علاقة بالشباب اللي من الأوس والخزرج اللي قاعدين دول. تمام. أمر شاب يهودي قال له: بص، وروح اقعد ما بين أصحابك اللي هم من الأوس والخزرج، واقعد وقع ما بينهم وفكرهم بيوم بعاث، وقول لهم: شفتوا يوم بعاث يوم ما الأوس عملوا مش عارف إيه في الخزرج، وإن هو يوقع ما بينهم. مين هو؟ الفتى اليهودي دوت. طيب، فحدثت فتنة بينهما، سخنوا فعلا على بعض. الفتى اليهودي ده قدر ان هو يسخنهم على بعض يا جماعه، وقعهم في بعض، فرفعوا السلاح على بعض فعلا بعد ما كانوا قاعدين قاعده حلوه ومتحابين. تمام. ولو كان حدث يا جماعه قتل في الوقت ده، تمام، فبلغ الرسول فخرج إليهم مسرعا. جري الرسول يا جماعة عليهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله. فبكى الصحابة وعانق رجال الأوس والخزرج بعضهم يا جماعة بعض. راح يا جماعة أول ما حد من الاوس والخزرج شاف الرسول عليه السلام، شافهم رفعوا السلاح على بعض، جري على الرسول، راح الرسول جري عليهم. تمام. وراح قال لهم: ايه يا جماعه اللي انتوا بتعملوه دوت؟ الله الله. تمام. ايه انتوا هترجعوا للجاهليه تاني؟ ابدعوى الجاهليه وانا بين
اظهركم، يعني وانا موجود في وسطكم بتعملوا كده، امال لما اسيبكم هتعملوا ايه؟ واموت. تمام. فطبعا بكى الصحابه يا جماعه، وعانق رجال الاوس والخزرج بعضهم بعض، بكوا وندموا على اللي هم عملوه، وعانق يعني حضنوا بعض يا جماعه. خلاص. طيب يبقى ده كان محاوله شق الصف الاسلامي عن طريق تقطيع اواصر المحبه بين المسلمين واثاره العصبيه القبليه بين الاوس والخزرج. بيتمثل في موقف مين؟ في موقف شاس بن قيس لما خلى طفل فتى من شاب من شباب اليهود، تمام، يوقع ما بين الاوس والخزرج. خلاص. طيب خلي بالك من السؤال، بيقول لك تشابه اسلوب المنافقين واليهود في مواجهه الدعوه الاسلاميه، وذلك من خلال ايه؟ الاثنين تشابهوا ايه؟ قتال المسلمين؟ لا، الاثنين ما قتلوش المسلمين. يهود بن النضير قتلوا المسلمين، او اليهود قتلوا المسلمين بعد كده، انما المنافقين لا. تعدد محاولات اغتيال النبي؟ لا. اليهود بس هم اللي حاولوا اغتيال النبي، المنافقين لا. محاوله شق الصف الاسلامي؟ المنافقين واليهود حاولوا ان هم يشقوا الصف الاسلامي. تمام. طيب النقد المعلن لصحيفه المدينه؟ لا، اللي نقد صحيفه المدينه نقد معلن من اليهود، انما المنافقين لا، كانوا بيستخدموا اساليب اخرى، ولكن الاثنين اللي اجتمعوا في محاوله شق الصف الاسلامي. اليهود عن طريق شاس بن قيس، الحادثه اللي احنا عرفناها واثاره العصبيه القبليه، اما المنافقين عن طريق الثلاث اجراءات اللي احنا عارفينهم: بناء مسجد ضرار، وحادثه الافك، ومحاوله تفتيت الصف الاسلامي. خلاص. طيب زي ما عرفنا يا جماعه، احنا كده عرفنا الاساليب بتاع اليهود الاربعه، زي ما عرفنا اساليب اليهود الاربعه، وزي ما عرفنا اساليب المنافقين، وشفنا موقف الرسول منهم ان هو لم يقتلهم حتى لا يقال عنه انه يقتل اصحابه. تعالوا نشوف برضو موقف الرسول من اليهود. هل موقف الرسول يا جماعه كان زي من اليهود كان زي المنافقين؟ تعالوا نشوف. لا، طرد اليهود بني قينقاع، طرد الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع ويهود بني النضير من المدينه. انا عندي 4 انواع من اليهود: بني قينقاع، بني النضير، بني قريظه، يهود خيبر. تعالوا نشوف الرسول عمل معاهم يا جماعه. بني قينقاع وبني النضير طردهم من المدينه. بني قريظة قتلهم لغدرهم وخيانتهم وتحالفهم مع المشركين في غزوة الأحزاب. بعد غزوة الأحزاب ما المسلمين انتصروا يا جماعة ورجع الجيش بتاع قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة قال إن الملائكة لم تضع أسلحتها، تمام، بين على يهود بني قريظة، وبدأوا غزو بني قريظة وقتلوهم انتقاما منهم لغدرهم في غزوة الأحزاب. الانتصار على يهود يا جماعة، على يهود خيبر. إذن يا جماعة موقف الرسول من اليهود، أنا عندي 4 من اليهود: قينقاع وبني النضير طردهم من المدينة، بني قريظة قتلهم، يهود خيبر هزمهم في عقر دارهم وغزا خيبر. انتهى الوجود اليهودي من شبه الجزيرة العربية في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب. خلاص. يبقى احنا كده يا جماعة خدنا اليهود، عرفنا ان اليهود من اللحظه الاولى لم يلتزموا بما ورد في صحيفه المدينه اللي هي دستور المدينه، وبناء عليه بداوا بالتحرك للقضاء على الدوله الاسلاميه متبعين كم اسلوب؟ 4 اسلوب. اول حاجه تشويه صوره الاسلام والنبي، وذلك بهدف تنفير الاسلام الناس منه لخطوره الاسلام على مكانتهم سواء الاقتصاديه او العقائديه، فقاموا ببث الشائعات وتعدوا على حرمات المسلمين كما حدث في غزوه بني قينقاع مع بتعديهم على المراه المسلمه، وده هنشوفه دلوقتي. طيب محاولات اغتيال النبي، محاولتين ودول قاموا بهم يهود بني النضير. المحاولة الأولى اللي هي عندما خرج الرسول في نفر من أصحابه اللي هي بتاع إلقاء الصخرة، المحاولة الأولى، والمحاولة الثانية اللي هي دس السم في الشام. طيب الأسلوب الثالث التحالف مع المشركين ضد الدولة الإسلامية، ودي مهمة جدا، حيث حرض يهود بني النضير مسلمي مشركي مكة على قتال المسلمين وغزو المدينة. نقض يهود بني قريظة العهود مع النبي وتحالفوا مع المشركين في غزوة الأحزاب. حشد يهود خيبر قريش والأعراب ضد المسلمين وسخروا الاموال لذلك. طب الاسلوب الرابع، قلنا هو محاوله شق الصف الاسلامي عن طريق الوقيعه بين الاوس والخزرج، تمام، وهنذكر في الموقف ده يا جماعه افتكروه بموقف شاس ابن قيس. بموقف يا جماعه شاس ابن قيس لما حاول ان هو يوقع ما بين الاوس والخزرج. طيب موقف الرسول من اليهود، احنا عندنا 4 انواع من اليهود: يهود بني قينقاع ويهود بني النضير الرسول طردهم، بني قريظة الرسول قتلهم،
يهود خيبر الرسول اللي هيحاربهم وهينتصر عليهم. اما هيقعد على فكره يهود خيبر في خيبر زي ما هم جماعه زي ما هنشوف بعد كده، ولكن اللي هينهي وجود اليهود خالص في شبه الجزيره العربيه هو سيدنا عمر بن الخطاب، وذلك في دوله الخلافه الراشده. طيب بص يا جماعه، زي ما انا ما خدت في عداء قريش للمسلمين على نموذج من الغزوات دي، خلاص هاخد نموذج على الغزوات. احنا عرفنا الرسول يا جماعه عمل غزوات مع اليهود، غزوه بني قينقاع وبني النضير وخيبر. انا هاخد نموذج واحد بس، هاخد نموذج مين؟ بني قينقاع، غزوه بني قينقاع. ركز معايا في الغزوه دي، خلاص. هاخد نموذج على القتال اللي حصل والغزوات اللي حصلت والمعارك اللي حصلت ما بين اليهود والرسول، تمام؟ كم نموذج؟ هاخد نموذج واحد بس هو اللي هدرسه، ماشي؟ هو مش عاوز هنا يكتر عليك، تمام؟ فادالك نموذج مين يا جماعه؟ نموذج غزوه بني قينقاع 2 هجريه، وكانت بعد غزوه بدر الكبرى. يبقى غزوه بني قينقاع يا جماعه كانت امتى؟ كانت 2 هجريه، وتحديدا بعد غزوه بدر الكبرى. غزوه بني قينقاع اسبابها عداوه يهود بني قينقاع للمسلمين، وعدم وفائهم بالعهد والالتزامات التي حددها صحيفة المدينة. يبقى لها سببين. أول سبب هو عداوة بني قينقاع يا جماعة الصريحة، تمام، للمسلمين وعدم وفائهم بالالتزامات التي حددتها صحيفة المدينة. طب هم هيقفوا عند كده يا جماعة؟ قال لك لا، إنما هيعملوا إيه كمان؟ يا ريتهم وقفوا إن هم عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا المسلمين ومكائد زي المنافقين والكلام ده. دول هيبدأوا إن هم هيتجاوزوا حدودهم ويتعدوا على المسلمين. تعال نشوف السبب الثاني، اعتداء أحد اليهود على امرأة مسلمة تبيع وتشتري في سوق بني قينقاع، فانتصر لها رجل من المسلمين فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود على الرجل المسلم فقتلوه، وكان ذلك السبب المباشر للغزوة. يبقى هو السبب المباشر للغزوة يا جماعة امرأة مسلمة ماشي من المسلمين بتبيع وتشتري في سوق المدينة. شوية شباب من اليهود يا جماعة زمان في المدينة ما كانوش اليهود المفرفرين اللي انت الفكرة عنك، لا، ده كانوا يهود فظاع، ده كانوا في قمة الإجرام، تمام؟ شوية شباب من اليهود قاعدين راحوا عاملين حركة كده، تمام؟ راحوا راميين زي صنارة كده حبل في العباية بتاع الامرأة المسلمة، تمام؟ وهي بتبيع وتشتري، خلاص، وهي واقفة بتبيع وتشتري، وراحوا شادين العباية وموقعينها وبتاع، تمام؟ وقعدوا بقى ايه يضحكوا عليها ومش عارف ايه ويتريقوا عليها. هي صرخت، مين واقف؟ واحد من المسلمين راح قايم للولد اليهودي دوت، الشاب اليهودي اللي عمل الحركه دي، تمام؟ راح قتله. راحوا الشباب اليهود راحوا اتلموا على الشاب المسلم ده، راحوا دابحينه وقاتلينه. راح الرسول يا جماعه امر فورا باعداد الجيش لغزو بني قينقاع والانتقام للمراه الشاب المسلم، خلاص. وكان ذلك يا جماعه، تمام، وكان ذلك سببا مباشرا للغزوه، خلاص. طيب يبقى دي كانت غزوه بني قينقاع، اطرافها المسلمين ضد يهود بني قينقاع، اسبابها عرفناها. طب احداثها يا جماعه، بعد ان نفذ صبر الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود بني قينقاع، طبعا ده كان خط احمر الحركه اللي عملوها وقتلهم للشاب المسلم اللي اتحمق على المسلمه دي، تمام؟ بعد ان نفذ صبر الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود بني قينقاع، امر الجيش بالتحرك فورا، وجعل على لواء الجيش قائد للجيش حمزه ابن عبد المطلب، كان هو قائد المسلمين في غزوه بني قينقاع. علم اليهود بقدوم النبي فتحصنوا في حصونهم، حاصر النبي يهود بني قينقاع 15 يوما ومنع عنهم كل مدد، وأنزل الله في قلوبهم الرعب فيأسوا من المقاومة واضطروا أن يسلموا أنفسهم. خلاص استسلموا يا جماعة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حصرهم 15 يوم، بعت الجيش بقيادة سيدنا حمزة اتحصنوا في الحصون بتاعتهم، ولكن ربنا قذف في قلوبهم الرعب، ما تحملوش واستسلموا في النهاية بعد ما حصرهم الرسول 15 يوم. ركز معايا في الجزء ده في منتهى الأهمية. نتائج غزوة بني قينقاع، هزيمة يهود بني قينقاع، وأمر الرسول ربطهم الرسول وكانوا 700 رجل، حتى تدخل حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين
اتدخل وانقذهم والح في طلب العفو عنهم من الرسول، فعفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعه راح مربطهم ال 700 رجل ولسه هيقتلهم، راح يتدخل عبد الله بن ابي بن سلول حليف اليهود. وركز كده يا جماعه، المنافقين احد زعماء الخزرج اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول انقذ اليهود امتى؟ وعمل عمل ايجابي امتى في صالح اليهود؟ في غزوه بني قينقاع. خلاص افهم عشان نواتج التعلم، عشان تربط الدنيا ايه ببعضها. خلاص طيب، راح عبد الله بن ابي بن سلول بدا ان هو يتحايل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوسل له، سيبهم يا رسول الله، سيبهم ومش عارف ايه والكلام دوت. فعفى الرسول عنهم، ولكن الرسول بشرط قيام الرسول باجلاء يهود بني قينقاع من المدينه، فخرجوا الى الشام، وبذلك تخلص الرسول من غدرهم. ولكن الرسول قال لعبد الله بن ابي بن سلول بشرط، واشترط عليهم ان هم ما يقعدوش تاني في المدينه ولا في شبه الجزيره العربيه، ويطلعوا الى الشام، وذلك مقابل العفو عن روحهم، ان هم ما يقتلهمش. تمام. وبكده يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم اتخلص من غدرهم تمام وشرهم. خلاص يبقى غزوه بني قينقاع كانت امتى؟ كانت 2 هجريه بعد غزوه بدر الكبرى. اطرافها المسلمين ضد اليهود، يهود بني قينقاع. اسبابها عداوه، لها سببين: عداوه يهود بني قينقاع للمسلمين وعدم وفائهم بالالتزامات. 2 موقفهم مع المراه المسلمه. مرأة مسلمة وهي بتشتري، تمام، راحوا الشباب اليهود عملوا فيها موقف مش ظريف وغلسوا عليها. تمام. راح انتصر ليها شاب، اتحمى عليها شاب من المسلمين، راح قاتل الشاب اليهودي. راح الشاب اليهودي متلمين على الشاب المسلم وقتلوه، فانتصر لها الرسول صلى الله عليه وسلم وامر باعداد الجيش وقام بغزو بني قينقاع. تمام. وكان ذلك يا جماعه هو السبب المباشر لقيام الغزوه. تمام. نتيجها هزيمه يهود بني قينقاع، وامر الرسول بربطهم، وكانوا 700 رجل، لحد ما تدخل وعفى عنهم في اللحظه الاخيره. تمام. للعفو عنهم وهو عبد الله بن ابي بن سلول حليفهم. تمام. وكان احد زعماء طبعا الخزرج. تمام. وده يعد موقف ايجابي من زعماء الخزرج، عشان هتجيلك كده في الاسئله. خلاص تجاه مين؟ تجاه اليهود بني قينقاع. تمام. 2 قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بإجلاء يهود بني قينقاع من المدينة، فخرجوا إلى الشام، إلى شمال شبه الجزيرة العربية، وبذلك تخلص الرسول من غدرهم. وبكده يا جماعة احنا خدنا الأخطار الداخلية. قلنا يا جماعة كده الأخطار التي واجهت الرسول كم خطر؟ 2: أخطار داخلية وأخطار خارجية. الأخطار الخارجية هناخدها في المحاضرة الجاية. الأخطار الداخلية كم نوع من الأخطار؟ 2: خطر المنافقين وخطر اليهود. خلاص. المنافقين، من هم المنافقين؟ قلنا هم من أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. خلاص. مين زعمهم؟ عبد الله بن أبي بن سلول. بعد غزوة بدر 2 هجرية شعروا بضعف في مكانتهم، فدخلوا الإسلام ظاهريا وأبطنوا الكفر. طيب عملوا كم أسلوب يا جماعة؟ عملوا 3 أساليب. 1: محاولة شق الصف الإسلامي، وذلك عن طريق 3 إجراءات: محاولة تفتيت صفوف المسلمين، وذلك عن طريق بث الوقيعة بين الأنصار والمهاجرين. 2: نشر الشائعات والافتراءات، كانوا بينشروا، وذلك من خلال حادثة الإفك. 3: بناء مسجد ضرار ليكون مركزا للتآمر ضد الرسول وأصحابه، لكن الرسول يا جماعة أزاله. طب ده كان الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني يا جماعة، الأسلوب الثاني كان التحالف مع أعداء الإسلام، وذلك كان في 4 غزوات. غزوة أحد رجعوا بثلث الجيش. غزوة الأحزاب سابوا المسلمين أثناء الحصار. غزوة بني النضير حرضوا اليهود على قتال المسلمين. 4: غزوة تبوك يا جماعة تراجعوا عن الدفاع عن المسلمين، وده كان الأسلوب الثاني. موقف النبي من المنافقين يا جماعة: رفض قتلهم حتى لو قال عنه أنه يقتل أصحابه، وعمل على تفتيت تجمع المنافقين. تمام. وخدنا النتائج المترتبة عليه: تراجع الكثير من المنافقين واعتذارهم للرسول، تراجع حركة النفاق. خدنا بعد كده يا جماعة اليهود، وعملوا 4 أساليب كان هدفهم واضح وصريح: ان هم ما التزموش بما جاء في دستور المدينه، وبداوا بالتحرك والقضاء على الاسلام في المدينه، متبعين عده اساليب. اول اسلوب تشويه صوره الاسلام والنبي. ثاني اسلوب محاولات اغتيال النبي، اللي هي بالقاء الصخره. كان محاولتين: القاء الصخره ودس السم، وقام بها الاثنين محاولتين يهود بن النضير. الاسلوب الثالث يا جماعه
التحالف مع المشركين ضد الدولة الإسلامية، حيث حرض يهود بني النضير مشركي مكة على قتال المسلمين وغزو المدينة. 2. نقض يهود بني قريظة العهود مع النبي وتحالفوا مع المشركين في غزوة الأحزاب. 3. حشد يهود بني خيبر قريش والأعراب ضد المسلمين وسخروا الأموال لذلك. محاولة شق الصف الإسلامي يا جماعة، وذلك عن طريق الوقيعة بين الأوس والخزرج. إذا يا جماعة المنافقين حاولوا إن هم يشقوا الصف الإسلامي عن طريق الوقاعة بين المهاجرين والأنصار. أما اليهود حاولوا إن هم يشقوا الصف الإسلامي عن طريق الوقاعة بين الأوس والخزرج، وذلك من خلال موقف مين يا جماعة؟ شاس بن ابن قيس. خلاص؟ طيب بعد كده موقف اليهود موقف الرسول من اليهود عرفناه. طرد يهود بني قينقاع ويهود بني النضير. تمام؟ قتل يهود بني قريظة، هجم وغزا يهود خيبر وهزمهم. خلاص؟ طيب وخدنا بعد كده يا جماعة غزوة بني قينقاع 2 هجرية بين المسلمين واليهود، عرفنا أسبابها وأحداثها وكمان عرفنا نتائجها. قبل ما نختم يا جماعة تعالوا نحل السؤال الأخير دوت. تمام؟ بيقول لي يعد أول من خالفوا صحيفة المدينة التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود هم سكان مين؟ ركز معايا اصحى للكلام. بيقول لك ان اول من خلفوا، احنا عارفين يا جماعه ان كل اليهود خلفوا صحيفه المدينه. اول حد فيهم خلف صحيفه المدينه كانوا مين؟ بني قينقاع. ليه؟ عشان كانوا 2 هجريه من بدايه غزوه بدر، صح ولا لا؟ طيب بني قينقاع تمام هم سكان وسط يثرب، وادي بطحان، وادي مهزور، شمال يثرب. الدرس اللي فات يا جماعه يهود بني قينقاع كانوا بيسكنوا فين؟ كانوا بيسكنوا وسط المدينة اهو. يهود بني قينقاع يا جماعة كانوا هنا في وسط المدينة. إذا يا جماعة هم سكان وسط يثرب. وبكده يا جماعة خلصنا المحاضرة الأولى أو الجزء الأول. خلصنا كده الأخطار الداخلية من الأخطار التي واجهت الدولة الإسلامية في المدينة النبوية. استنوا بقى يا جماعة المحاضرة اللي جاية اللي هي الأخطار الخارجية اللي هي الروم وقريش. خلاص هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.